رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذه الأغنية، والآن نستقبل معكم في استوديو معنا الدكتور علاء الدين القصير، خبير ومستشار اقتصادي ورئيس نادي رجال وسيدات الأعمال الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. صباح الخير دكتور. صباح الخير. الله يحفظكم إن شاء الله ربي. أستاذ علاء، ما الأسباب رأيك إذا نحكي عن الاقتصاد؟ طبعا احنا مشاكلنا معظمها اقتصادية في الآونة الأخيرة، مشاكل يعني عالمية وليست فقط محلية. ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع المتواصل لأسعار الذهب عالميا ومحليا في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لحضرتك ولكل الإخوان بالقناة والعاملين أيضا في هذا المجال، والأخت أو البنت العزيزة مريم. يعني شكرا جزيلا. الحديث عن الأزمة الاقتصادية العراقية والأزمة الاقتصادية العالمية يعني يمكن أن ألخصها بكلمة أو بكلمتين. يعني فقط إذا ذكر اسم ترامب وحده هذا كافي أن تكون الأزمة. نعم. يعني منذ توليه يعني رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود الاقتصاد العالمي، وهذا الاقتصاد له تأثيرات كبيرة جدا على كل دول العالم، باعتبار أنه الخزين الفيدرالي أو الخزين المالي للعالم كله هو موجود بالفيدرالي الأمريكي، وبالتالي تأثيرات هذا الاقتصاد على الاقتصاد الدولي أو العالمي نتيجة شقاوة ترامب في اتخاذ قرارات كثيرة فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية، فيما يتعلق بمسألة ارتفاع وانخفاض الدولار وزيادة أسعار الذهب. يعني ليس كما يشاع أنه دائما من تكون أزمات في معظم الدول، مثلا حروب، أزمات يعني ترتبط بالاقتصاد مباشرة، يعني وتصير ارتفاع مثلا بالذهب، ارتفاع بالفضة وأسعار إلى آخره. هي اكو حالتين. اكو يعني مسألة الجيوسياسية اللي موجودة الآن بالعالم كله. يعني أحد يقول لي شنو معنى جيوسياسية؟ يعني احنا نقول الجيو يمكن باللغة السريانية أو اللغة المسيحية تعني الأرض، جغرافيا، والسياسة اللي هي تقود العالم. فكل ما يحدث اليوم بالعالم نتيجة يعني هذه الحروب وهذه الأزمات الاقتصادية كلها نتيجة يعني قرارات أمريكية تتعلق بالضغط على كل دول العالم اللي اتخذها ترامب، خصوصا مع الدول الأوروبية في مسألة التعرفة الجمركية. وتأثيراتها تأثيراتها أكثر سلبا على الدول، يعني أنا أسميها دول العالم الثالث أو الدول الفقيرة، يعني في اقتصادها وفي إدارتها لاقتصادها. ومن ضمن هذه الدول يعني اليوم العراق مو فقط يعني مشكلته مشكلة داخلية لها علاقة بالدولار أو الذهب، لكن هي مشكلته مقرونة أو متعلقة بالاقتصاد العالمي اليوم اللي يعيش فترة كساد وفترة ركود اقتصادي يعني كبير جدا. مثل ما ذكرت دكتور، هل ممكن نقول أنه تأثر سعر الذهب بالعوامل الدولية مقارنة بتأثره بالعوامل الداخلية؟ هو الذهب يعني دائما يعني تأثير الجانب الاقتصادي بشكل عام على الذهب هو تأثير عالي جدا. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مسألة الذهب سلعة، وهذه السلعة يعني تتعرض إلى أو يعني يتحكم بها العرض والطلب، فكل ما كان هناك طلب على هذه السلعة أكيد يزيد السعر، وكل ما قل الطلب عليها يقل السعر. الذهب مقرون بسعر الدولار، يعني في قيمة الدولار وليس سعر الدولار. يعني كل ما تكون قيمة الدولار يعني قيمة منخفضة نتيجة الالتباس ونتيجة التخلف ونتيجة الكساد اليوم اللي موجود في العالم وبالذات في أمريكا، فأكيد العالم راح تبتعد عن الدولار باعتبار أنه قيمته منخفضة، وتتجه للأمر الآخر وهو الذهب. فالاتجاه والمضاربة بهذا المعدن اللماع احنا نسميه اللي هو الذهب، يعني هو أدى إلى ارتفاعه، وخصوصا بالسنة اللي تولى بها ترامب رئاسة الولايات المتحدة. يعني زاد سعره من أول يوم دخل يعني القصر الأبيض، من أول يوم دخوله ولحد اليوم زاد الذهب يعني أكثر من 75 إلى 80% من قيمته الحقيقية. وبالتالي صار الأمر
يعني اعتبر بعض المحللين وبعض الاقتصاديين أنه خارج حدود التوقع، وهناك أسئلة كثيرة: هل سيستمر هذا الارتفاع؟ نعم أكيد. أو هناك أمل في أن ينخفض؟ أنا في رأيي الشخصي نتيجة كل هذه العوامل، نتيجة هذه الحروب اليوم اللي حدثت بالفترة الأخيرة، مسألة أوكرانيا وفنزويلا ومسألة غزة والحرب على إيران، هذه كلها ستؤدي إلى يعني مزيد من الارتفاع في عام 2026. نعم. ذكرنا أنه تأثير الدولار يتأثر الذهب بتأثير الدولار، يعني من ينخفض الدولار الذهب ارتباطا مباشرة بالدولار ثم يصعد وإلى آخره. هل يعد الذهب اليوم ملاذا آمنا للعراقيين؟ هو التكتلات الأخيرة يعني خصوصا تكتلات بريكس، يعني كثير من دول العالم اليوم تريد تخرج من نظام الدولار أو من حوكمة الدولار على الاقتصاد العالمي. والكثير يعني يمكن حضرتها كل البنت العزيزة، يعني مسألة بريكس اللي شكل يعني من قبل 6 أو 7 دول اللي هي البرازيل وروسيا والسعودية دخلت، وكثير من الهند أيضا دخل، للخروج من أزمة الدولار والاعتماد على عملات أخرى، وقد تكون من ضمن هذه العملات يعني ما أريد أسميها عملة، هو الاعتماد على الذهب. يعني بعد أن كان الدولار مقرون بالنفط، اليوم أصبح الدولار يعني اقترانه يعني متعلق بارتفاعه وانخفاضه بالذهب. ولهذا يعني أصبح اليوم يعني أصبح الذهب هو المشكلة الاقتصادية، أو ما أريد أسميها مشكلة، يعني الدلالة أو دليل على ارتفاع وانخفاض القيمة الحقيقية للاقتصاد أو للمال العالمي. الحديث عن هذا الأمر أعتقد يعني العراق راح يكون له تأثير وتأثيراته كبيرة جدا. يعني أنا قرأت جملة من التحاليل والدراسات يعني تأثيرها على مسألة الزواج في العراق بالمراحل القادمة، لأنه الذهب احنا مشكلتنا وهذا الموضوع يتأثر بي أنا شخصيا دكتور. أكيد. أنا في صدد الزواج إن شاء الله في هذه السنة. الذهب والدولار، احنا عندنا اليوم المشكلة الذهب والزواج. يعني هذا السؤال التالي كان دكتور: من الأكثر تضررا بارتفاع أسعار الذهب؟ هل المستثمر؟ هل المقبل على الزواج؟ إلى آخره. تفضل. يعني مو قلت لك عن الذهب سلعة، يعني الذهب مادة أو سلعة، وهذه السلعة ضرورية جدا. يمكن بالعراق ضرورية جدا، وقد تكون الVIP مال يعني كثير من العوائل العراقية، شيء يعني كلش مهم. لكن برا ما يأخذ الذهب على أساس أنه يعني قيمة حقيقية لكثير من الشرائح الاجتماعية. خارج يعني يدخل ضمن بورصات عالمية في مضاربة به يعني بالربح. يعني تعرفين انت الذهب يعني ناخذها على مثل ما موجود عندنا بالعراق، مثقال الذهب اليوم، مثقال الذهب بيتراوح سعره بين 1,100,000 إلى 1,160,000 دينار عراقي. لكن قد يفاجئ الكثير أنه بكرة يعني خلال يوم واحد أو 24 ساعة يصير سعره 800,000 دينار. هل هذا شيء متوقع؟ هذا شيء متوقع انخفاض أو هي هاي المشكلة بالذهب. يعني لا أحد يعلم متى سيرتفع غير المضاربة بالدولار. يعني الدولار قد يزيد سنت أو سنتين أو 10 سنت، نعم، اعتمادا على أسعار النفط اليوم اللي موجودة. لكن الذهب ارتفاعه وانخفاضه بشكل غير متوقع، وبالتالي قد يؤثر على الدول الفقيرة، الدول اللي يعني تعاني من كساد وفساد مثل العراق. احنا عندنا يأثر نعم. عليها تأثير كبير جدا. وهذا التأثير فقط يعني يسري على، لأنه احنا ناس شو نسميهم، ناس ذهبيون، يعني يحبون الذهب، اكتناز الذهب. ممكن يحبون اكتناز الذهب كثير جدا. ممكن يعني دكتور. يعني تحدثنا عن الواقع العراقي. نعم. أكثر الشعوب العربية بعد الخليج نعم يعني هم يستثمرون في العراقيين في مسألة اكتناز الذهب. و يعني نعم.
التباهي في انا اسميها التباهي تباهي في لبسه والمبالغه نقدر نقول، او المبالغه في شراء وفي استثمار في الذهب. دكتور، هل تنصح بالاستثمار حاليا بالذهب؟ نعم. ام الانتظار لربما يكون هنالك انخفاض كبير؟ لا، انا اوجه هذه الكلمه لكل اغنيائنا، احنا الناس فقراء ما عندنا هاي الامكانيات يعني، بس اوجه كلمتي الى كل اغنياء العراق يعني ضموا ذهب، ضموا ذهب، تنزوا ذهب، يعني هنالك ارتفاعات استثمروا الذهب حسب قراءاتك، حسب تحليلك. أنا كبيرة هذه يعني في الفترات قراءاتي، هذه القادمة. قراءاتي، لأنه لربما هنالك بعض الاقتصاديين يقولون انه سيصل 2,000,000 في الفترات القادمة. قد يصل الى 1.5 مليون خلال الفتره القريبه يعني. نعم. يعني إذن 1.5 مليون نصيحتك انا متاكد دكتور. يعني هاي يعني نتيجه الظرف الحالي اللي يعيشه العالم اليوم. تأكيد. يعني احنا كنا نسمع بترف الدول الاوروبيه وترف امريكا وترف اليابان، لكن حاليا بالوقت الحاضر اكثر هذه الدول اللي احنا نسمع بها كونها دول مترفه او دول غنيه مستقرة وكذا، هي دول يعني مديونتها عاليه جدا من داخلها. اذا اخذنا بنظر الاعتبار اليوم اليابان اكثر الدول العالميه مديونيه، يعني مطلوبه اليابان وحتى امريكا. تركيا اليوم مديونه باكثر من 300 مليار دولار. كثير من الدول اللي احنا نتوقعها، قطر يعني قطر قد تكون يعني قطر او الخليج نفسه هو يعني الامارات. ولكن هذه الدول ذكرتها دكتور هي دول مستقرة، يعني لم يكن هنالك اي ازمات، اي عوامل، اي حروب في الآونة الأخيرة. مثلا ذكرت مثال اليابان أو أكثر الدول اليوم، يعني أكثر الدول اللي احنا نعتبرها دول غنية هي تعاملاتها تعاملات يعني مضاربة بالبورصة، مضاربة كثير من العملات، وبالتالي المشاهد يرى أن هذه الدول غنية، لكن داخلها يعني احنا إذا جينا على دول الخليج مثلا يعني دول غنية جدا. نعم. دول غير صناعية، دول غير زراعية، نفطية. هناك زراعة وهناك صناعة، لكن اقتصادها يعتمد على المضاربة بالدولار والبورصة، ويعني الاستثمارات المالية اللي تعتمد على يعني قوة يعني ارتفاع وانخفاض الدولار. نعم. غناها في هذه المسألة، ولذلك أي ضربة تتعلق بالدولار أو تتعلق بالذهب تشوف هذه الدول تنخفض القيمة الإجمالية أو تنخفض قيمتها الحقيقية المالية، مثل ما حدث أيام زمان أنتم ما لحقتوا عليها بسوق الكويت. يعني الكويت كانت من أغنى دول العالم بين ليلة وضحاها. سوق المناخ أصبحت الكويت مديونة لأنه اقتصادها كان يعتمد على البيع والشراء في مسألة العملات. وإذا انخفض الدولار أو إذا مثل ما صار في الولايات المتحدة 2007 و2008 رأسا انتقلت الولايات المتحدة من دولة انتعاش اقتصادي إلى دولة فقيرة مطلوبة ومديونة. دكتور، في هذه المرحلة شنو هو الفرق بين شراء الذهب للادخار أو للتجارة بهم؟ وهو هذه يعني أنا دا أقول هسه اليوم التجارة هي المضاربة. نعم. يعني أنا أشتري بالضبط مثل الدولار. يعني أكو ناس عندها كمية كبيرة من الدولار جدا، يعني سياساتها مثل ما كان موجود سابقا وحاليا، يعني سياساتها أنه أضخ دولار عندي يعني كمية كبيرة جدا. يعني هذا يعني العقل التجاري اللي يشتغل انه يعني اضخ دولار للسوق حتى اخلي قيمته تقل، يعني ازيد العرض مالته. زين، فمن يصير عليه الطلب كلش هوايه نتيجه يعني كثير من الدول اليوم تخفض قيمه عملتها حتى تخلي بقيه الدول تجي تشتري من عندها. نعم. تلاحظين شلون؟ فنفس الشيء اليوم اللي يملك الدولار او الدول اللي تملك الدولار الولايات المتحده الامريكيه تضخ كميات كبيره، وخصوصا للدول اللي يعني تريد تحاول انه تضعف اقتصادها، فتضخ كميات دولار كبيره جدا لهذه الدولار باي طريقه من الطرق، فراح يصير كميه العرض كلش هوايه وكميه الطلب قليل، فراح تخلي الناس من ينخفض الدولار راح تخلي الناس تشتري هذا الذهب. بعد ما ينفذ او بعد ما يخل راح تبدي تسحب هي الدولار، هي ترجع تشتري مره ثانيه. نعم. نتيجة هذا الطلب راح يرتفع الدولار مرة يعني ثانية، ولهذا هي هذه المضاربات. فنفس الشيء بالنسبة للذهب اليوم. نعم. يعني الدول المنتجة للذهب والدول اللي تحاول تجارتها بالذهب، يعني العراق عنده
عنده خزين استراتيجي من الذهب، اعتقد 130 او 140 طن من الذهب. لكن كثير من الدول تمتلك مثل السعوديه ودول الخليج كميات هائله من الذهب. في هذه الفتره لما يكون الذهب مرتفع فتضخ كميات ذهب كلش هوايه للبيع، يقل عدد. تقل قيمته. من صار عليه طلب اكثر وشح بالسوق، ترجع هي تشتري ذهب مرة أخرى، وهكذا يعني. العرض والطلب أكيد. دكتور، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب هنالك أيضا موضوع ارتفاع أسعار الفضة في الآونة الأخيرة. يعني لربما الفضة يدخل كما يقال طبعا، كما يشاع في الإعلام أنه يدخل ضمن ما أعتقد يعني علاقة الفضة بالذهب لا ليس لها علاقة. ممكن أن نربطه أنه يعني ممكن يتحول مستقبلا إلى ندرة الفضة، هل هذا الشيء يسهم بارتفاع أسعاره؟ ما تقدرين، لأنه الذهب يعني قيمته مقرونة يعني بالدولار، والدولار اليوم هو سيد العملات بالعالم. الفضة ما لها كل علاقة. نعم لا الفضة ولا الألماس. الذهب والدولار نعم. يعني هم يعني هم القيمة الحقيقية للاقتصاد، أو القيمة الحقيقية لرفاهية الدول أو فقر الدول. نعم. سؤال أخير دكتور، هل يمتلك العراق سياسات مالية قادرة على تخفيض سعر الذهب كما ذكرت قبل قليل؟ الخليج لربما أنت ذكرت العراق يمتلك ما يقارب خزين 130 إلى 140 طن. العراق مو منتج لمادة الذهب حتى يكون عنده هاي القدرة. يعني احنا اقتصادنا اقتصاد متهرئ، اقتصادنا يدار من قبل شخصيات او من قبل رجال، يعني اعتماده على النفط اكثر شيء من الاعتماد. يعني انا اسميهم رجال غير قادرين على حل اي ازمه ماليه اقتصاديه بالعراق. يعني اكو تخبط، اكو قرارات يعني غير مدروسه، اكو قرارات يعني لا يعني احنا مشكلتنا علاقه الدوله بالفقير، يعني مو علاقه الدوله بالغني. احنا الان اصبحنا دوله فقيره، لانه اكثر من 35% من الشعب العراقي دون خط الفقر. وبالتالي الحاله هذه هي حاله صارت يعني حاله خطره جدا، يعني تاثر على اكثر من ثلث الشعب العراقي. فدراسات الواقع يعني كلها قاعده تركز على مساله واحده، وهي مساله الرواتب بالدرجه الاولى، ومساله يعني رفاهيات الطبقات نسميها الطبقات الخاصه، يعني هذه الدرجات الخاصه. يعني هذا الارتفاع يؤثر بالفقير. الارتفاع طبعا راح يدمر الفقير. يعني دائما اي اضطراب او اي كساد او اي حاله يعني غير طبيعيه بالنسبه للاقتصاد العراقي تاثر على الطبقات الفقيره اكثر من طبقات. يعني هسه ارتفاع احنا مشكلتنا يعني هو الدولار والذهب. اقتصاديا على كل المستويات انه كل ما ينخفض الدولار يرتفع الذهب، وبالعكس من ينخفض الذهب يرتفع الدولار. الا بالعراق يرتفعون اثنيناتهم سوا. صح. فارتفاع الدولار راح يضر بالطبقه الفقيره، وارتفاع الذهب ايضا راح يضر بالطبقه الفقيره، لانه المال اليوم احنا من الحالات اللي نادره جدا بالعالم انه شعبنا ما يحب يخلي لا فلوسه ولا ذهبه بالبنوك حتى يقدر يستفاد من الفوائد اللي تحقق نتيجه هذا الشيء. نعم. اذا دكتور هل فالمال المخزون اليوم بقاصات العراق بالفريز وبالجدر وبالخزان وما اعرف ايش اكثر مما موجود بالمصارف العراقيه. ما البدائل؟ ذكرتي ما البدائل؟ هل تتوقع استمرار ارتفاع اسعار الذهب خلال الاشهر الآتية ان شاء الله؟ انا توقعاتي لانه قلت لك الازمه ازمه مو ازمه محليه تتعلق بدوله او دولتين. اليوم المشكله اليوم يعني الازمه صارت ازمه عالميه. صح ترامب يعني في سياسته يعني اني قناعتي انه قدر يعني يسوي الكراكس هذا شو يسميه احنا يعني بدا يخضل الاقتصاد العالمي بطريقه من جعل امريكا اولا يعني قدر يسيطر على كل منافذ او كل الخطوط الاقتصاديه الموجوده بعلاقات امريكا مع كل الدول، وخلى كل الدول اليوم يعني يضطرب داخلها من خلال المشاكل اللي يعاني منها الدولار او الكساد بالدولار او انخفاض قيمه الدولار وارتفاع الذهب بهذا الشكل. نعم بكل تاكيد دكتور، حقيقه مستمتعين
في الحديث معك، ومعلومات قيمة جدا لنا وللمشاهد العراقي أكيد. للأسف داهمنا الوقت، داهمنا الوقت، وإن شاء الله يكون هناك لقاءات أخرى. بس ذكرهم خلي يضمون ذهب، خلي يضمون يشترون ذهب يعني حتى، وخلي تبطل قول لهم يعني هاي بس نتيجة، يعني العفو نصيحة يعني لعوائلنا ونسائنا، بكل تأكيد بطلوا المهر مالتكم يكون ذهب، يعني اكتفوا بمحبس والباقي خلوه، يعني خلوه ما يخالف، خلوه دولار وضموه. بكل تأكيد. لأنه لا تضغطون على الزلم وعلى الرجال، يعني أنا اليوم ابني دا يريد أزوجه أروح أشتري له ذهب، يعني اللي كنت أشتري العام كنت أشتريه مثلا ب $2000، اليوم لازم أدفع $5000 آخذ نفس كمية الذهب اللي أنا مشتريها لربما أقل سنة واحدة يعني. بكل تأكيد دكتور. شكرا جزيلا حضرتك، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا. يحفظ مريم ويحفظ. شكرا إن شاء الله ربي. أكيد. خزيان يعني أيضا مستقبل إن شاء الله. نعم. شكرا جزيلا. خزيان مخبى بالتمام خسامة خرزن إنا شق بلطة خابارو شكريا وبدأ رخاقة خيتا.